اهلا بيكم في حلقه جديده من بودكاست العشرينات. هاتوا حاجات كلها تشربوها قبل ما نبتدي. بس قبل ما نبتدي اعملوا لايك وسبسكرايب للفيديو. في ناس كتير بتسالني على الانستجرام بتاعي وناس بتقولي ليه ما عنديش انستجرام. انا عندي 2 اكونت، هسيب لكم الاثنين تحت في الديسكربشن. وعايزه اشكركم جدا على التفاعل بتاعكم على اخر فيديو نزلته، وللناس اللي ما شافتهوش فيديو مهم جدا واتمنى ان انتوا تشاركوا معانا فيه. ومن ضمن الكومنتات اللي جات لي في الايام اللي فاتت انه بنت سالتني ازاي ان انا قدرت اتغلب على نقطه ان انا اكون حساسه، وده عامه جزء كبير من حلقه النهارده، لانه موضوع النهارده هو ان انا هتكلم ازاي ان احنا نتغلب على الزعل، او ان احنا نكون داخلين في اكتئاب او حاجه اللي هو متضايقين ومش خلاص مش قادرين ان احنا نعمل اي حاجه تاني في حياتنا. وكلنا طبعا بنعدي بالمراحل دي، وفي لسته كده انا هتكلم عليها في الفيديو بس قدام شويه، هديكوا فيها افكار لحاجات نقدر ان احنا نعملها عشان نتغلب على الشعور بالحزن او الزعل ده. بس دي مجرد افكاري بس، اتمنى ان انتوا كمان تشاركونا وتكتبوا لنا شويه افكار تحت عشان كلنا نستفيد من بعض. قبل ما ندخل في النقط العمليه، دايما بقول لكم انه عقلنا هو الاساس، وان احنا لو ما سستمناش مخنا صح يبقى اي نصايح هناخدها ملهاش اي لازمه. فمبدئيا كده هتكلم في كام نقطه عايزين ان احنا نبقى متفقين عليها كلنا وتبقى اساسي معانا. اول حاجه هتكلم عليها وعايزين نتفق عليها هو انه احاسيسنا دي احنا اللي مسؤولين عنها، ومن ضمن احاسيسنا دي هو ان احنا يا اما هنبقى فرحانين يا اما هنبقى متضايقين. دايما احنا بنلوم العوامل الخارجيه على الحاجتين دول، على انبساطنا وزعلنا، بس في الحقيقه انه الواقع مش كده، وانه الاحاسيس بتاعتنا زي الفرح او الزعل ده بيبقى اختيارنا احنا. ولسه هنتكلم في الموضوع ده اكتر عشان تفهموا انا قصدي ايه. بس مثلا هديكم مثال دلوقتي، عارفين الاغنيه اللي هي بتقول بحب الناس الرايقه اللي بتضحك على طول؟ سمعتوها اكيد. تفتكروا الناس الرايقه اللي بتضحك على طول دول ما عندهمش مشاكل؟ يعني تفتكروا ان هم حياتهم ماشيه كويسه واحنا اللي زعلانين عشان عندنا مشاكل؟ ما اعتقدش الصراحه، كلنا عندنا مشاكل، بدليل انه في ناس كتير بنلاقيهم في نفس موقفنا لكن الرياكشن بتاعهم او ازاي بيتعاملوا مع المشكله بيبقى مختلف عننا. ممكن ان احنا نلاقي ان احنا نفسنا متضايقين قوي وهم عادي، او بيبتدوا ان هم يفكروا في حلول. طب ازاي ان احنا نقدر نوصل للليفل ده؟ ازاي ما نتأثرش؟ هل ان احنا نبقى اقوياء قوي لدرجة ان مفيش حاجة تأثر فينا؟ لا، مش ده السر. السر ان احنا نكون مرنين، ومعاها كام نصيحة تانية كده. ومرنين يعني اقصد ان احنا ما يبقاش نظرتنا للحياة هي خط واحد ومفيش اختيار تاني. دايما نبقى عارفين ان مش شرط الطريق اللي احنا مختارينه يبقى هو ده بس الطريق الصح، وان مفيش حاجة تانية هتنفع، او ان الحاجة اللي انا عايزة اعملها دي هي ملهاش غير طريقة واحدة تتعامل بيها. لما بنكون اشخاص مرنة بيبدأ مخنا ان هو يفكر في حلول ويشوف المشاكل بطريقة مختلفة. بس هل هو ده بس يعني السر؟ لا، في برضو كذا نقطة كمان هنتكلم فيها دلوقتي مع بعض. أول نقطة التوقعات. التوقعات دايما بتخلينا نتضايق ونكتئب، لأنها مش دايما بتمشي زي ما احنا متخيلين أو مستنيين من الناس اللي قدامنا. والتوقعات دي غالبا بنبقى مستنيينها ممكن من أهلنا، من صحابنا، من البارتنرز بتوعنا لو حد متجوز، حد مخطوب، من الشغل عندنا الناس اللي معانا في الشغل. كل الناس دي احنا بنبقى حاطين لهم توقعات وحاجات فاكرين ان هم هيعملوها، ودي كده اول حاجة هتحبطنا وهتكئبنا وهننزل على دماغنا، علشان غالبا التوقعات اللي احنا بنبقى حاطينها للناس دي ما بتحصلش، وده بيبدأ ان هو يأثر علينا. فاول خطوة كده انا عايزة ان احنا ما يبقاش عندنا اي توقعات من اي حد ايا كان درجة قربهم لينا. في الاخر مين المسؤول عن حياتنا؟ هو احنا. كل حد مسؤول عن نفسه، فما نستناش من الناس التانية حاجة. لو عملوها يبقى كويس، ما عملوهاش احنا مش مفروض اصلا نبقى مستنيين من الناس التانية حاجة. وتاني حاجة انه ساعات بيبقى عندنا التوقعات دي بسبب ان احنا مثلا عملنا حاجة كويسة لشخص وبنبقى فاكرين ان الناس دي هتردها لنا. فتاني نقطة انا عايزاكوا دايما لو في حد تقدروا تساعدوه، لكن ما تستنوش ابدا اي مقابل او ان الخدمة دي تترد لكم. في ناس هتقولي ازاي بس كده، ده مش عادل، ليه انا اساعدهم وهما ما يساعدونيش؟ لانه لما انتوا تساعدوا الناس هتلاقوا المساعدة دي بتترد لكم، مش شرط من نفس الاشخاص، بتترد لكم بقى في مواقف تانية من ناس تانية، بتترد لكم في صورة حاجة كويسة بتحصل لكم عموما ملهاش علاقة في الموضوع. وعامة دي حاجة انا اتعلمتها مؤخرا من حد، ما كانتش حاجة انا دايما بفكر فيها بالشكل ده، وده حصل بسبب انه في بنت انا طلبت منها حاجة وما عملتها ليش، فانا خلاص قلت مش مشكلة،
بس البنت دي جت بعدها باسبوع وطلبت حاجه من جوزي ان هو يعملها لها. فانا ساعتها فكرت واتضايقت، اللي هو طب انا لسه طالبه منها حاجه وما عملتها ليش، ودلوقتي جايه بعدها باسبوع بتكلمنا عايزه حاجه. وكنت بحكي القصه دي لحماية عشان هو كان واقف ساعتها وكان سامع يعني القصه وكده، فحكيت له الموضوع. والصراحه هو راجل رايق قوي، وانا دايما بتعلم منه حاجات من الروقان بتاع دماغه يعني. فانا خدت منه النصيحه دي لانه حكالي بعدها قصص وحاجات خلتني ان انا اشوف الموضوع فعلا بشكل مختلف، وانه مش شرط ان احنا عشان قدرنا نساعد البنت دي انه هي كمان لازم تعملي الحاجه اللي انا كنت طالباها منها. لا، انه دايما الحاجات الكويسه والخير هيترد لكم بطرق تانية وباشكال تانية ومن ناس تانية. وانتوا اصلا احساس ان انتوا تساعدوا حد ده احساس لوحده هيخليكم ان انتوا مبسوطين، ان انتوا قدرتوا انكم تكونوا حاجه ايجابيه في حياه حد تاني بدون ما تستنوا منه اي مقابل. النقطه اللي بعد كده عايزه اتكلم على نظرتنا للحاجه، وانه ازاي نظرتنا للحاجه دي ممكن تفرق جدا في المود بتاعنا، يا تخلينا مبسوطين قوي يا تخلينا متضايقين. وهقول لكم على موقف بجد تافه قوي بس انا اتعلمت منه فعلا حاجه كويسه، او هو اللي خلاني اخد بالي من النقطه دي. وعامه الموقف ده لسه حاصل امبارح يعني مش من بعيد. كان بقالي فتره ما عملتش شعري فقلت اعمل شعري بقى وكده، فابتديت ان انا اعمل شعري لنفسي. وبعد لما خلصت ابتديت ان انا ابص على شعري واقول ايه ده شكله مش حلو، ده مش زي لما بعمله عند الكوافير، ده مش زي خالص لما مش عارفه مين اللي هو البروفيشنال اللي كان بيعمله لي. واللي هو يعني اكيد ما حد بيعمل شعره لنفسه يعني، وانا مش متخصصه لا شعر ولا ميك اب ولا بتاع، اكيد مش هبقى زي الناس يعني اللي دي شغلانتهم. بس المهم ان انا قعدت اضايق نفسي كده ايه من غير سبب. ما فيش بعدها ب10 دقايق رحت شربت ميه ورجعت. وبعدين ما اعرفش انا ببص في المرايه ابتدى ان انا يجي افكار في دماغي، ايه ده، انا اللي عملت شعري بالشكل ده مع ان شعري ما كانش عاجبني من 10 دقايق، انا عملته كده وانا اصلا ما بعملش شعري يعني، ده انا عملته كده حلو جدا. تخيلوا الافكار دي بجد عماله تجيلي اكن حد فتح مخي كده وبيحط فيه شويه افكار، منين جت ما اعرفش. وافكار بقى اللي هو طب ده انا لو عملت شعري بقى بعد كده ده واحده واحده ده انا هبقى بعمله حلو جدا، اذا كنت انا اصلا اول مره اعمله وطلع حلو كده. جماعه انا بجد ما فيش في ثانيه منظوري لشعري ولشكلي واحساسي من جوه اتغير. شوفوا ازاي موقف حاجه عبيطه اصلا يعني، وبالنسبه لمشاكلنا حاجه تافهه، بس شوفوا ازاي برضو بنقدر ان احنا نتعلم من كل موقف صغير. يعني مش لازم الواحد يعدي بمصايب وكوارث عشان يتعلم منها، ممكن نتعلم لو ركزنا في الحاجات اللي بس بتحصل لنا كده كل يوم بسيطة أو كبيرة، هنلاقي إن إحنا دايمًا ممكن إن إحنا نستفاد منها بحاجة. الفكرة بس هو إن إحنا إزاي إحنا هنبُص للموقف، وإزاي هنشوف الموقف. يعني دايمًا كنت أسمع بُص لنُص الكوباية المليان، بس أنا ما كنتش بافهم أوي الجملة ديّة. فأنا عايزاكم دايمًا تبُصوا لنُص الكوباية المليان، وتفكروا دايمًا بشكل إيجابي، وتشوفوا الجزء الإيجابي من أي مشكلة أو أي موضوع أنتم بتعدّوا بيه. النقطة اللي بعد كده، بما إن أنا معظم اللي بيتابعني بنات وستات، فالنصيحة دي مهمة أوي عشان إحنا كائن كده حساس يعني، ومشاعرنا كتير قوي بتغلب علينا. بس انا مش عايزاكوا ابدا تعيطوا على اي حد، بالذات لو الحد ده ولد او راجل او كده، مش واحده يعني صاحبتك، لانه اي شخص يخليكي انك تعيطي بسببه فهو اصلا شخص ما يستاهلش ان هو يكون في حياتك. يا جماعه الناس كتير قوي يعني ان انتوا تمسكوا في حد وتقعدوا ماسكين فيه وتعيطوا عليه واي كان فيكس هيم، لا مش هنفكس حد، عشان انا عايزه الاهتمام بتاعنا يكون بنفسك. دي المفروض الحاجه اللي تكون فعلا شغلانه، ان احنا ازاي نطور من نفسنا ونهتم بنفسنا اكتر، مش ان احنا نروح نفضل نجري ورا حد ونتحايل عليه ونعيط عليه ونفكس هو بقى يفكس نفسه لما يبقى يتصلح بقى يبقى يرجع، ولو ما تصلحش او ما رجعش فهو مش اخر كائن ولا اخر حد في الدنيا. بس برضه عشان توصلي للنقطة دي وانتي في كامل الثقة لازم تبقي برضو تعرفي تعتمدي على نفسك، وعندك الطرق اللي انت تقدري تعيشي بيها، او ان انت يبقى عندك اصلا اكتفاء ذاتي ومش محتاجة لحد. ودي هتكلم عليها في فيديو تاني عشان فيديو النهاردة كده هيبقى طويل قوي لو دخلت في التفاصيل النقطة دي. نيجي بقى للليسته اللي انا عايزاكم تشاركوا فيها اللي قلت لكم عليها في اخر الفيديو، واتمنى ان انتوا فعلا تساعدوني وتكتبوا لي نقط تحت لان انا كمان هعمل الحاجات دي. والليسته دي اسمها لستة الدوبامين. ايه لسه الدوبامين دي؟ الدوبامين ده هو هرمون السعاده، ايوه زي اغنيه تامر حسني كده، هو بقى هرمون السعاده ده اسمه دوبامين. فاحنا هنعمل لستة الدوبامين. الليسته دي هنكتب فيها شويه حاجات كده بقى ايه هتساعدنا ان احنا اول ما نبقى مكتئبين هنمسك الليسته دي ونقعد نشوف ايه الحاجات اللي بتفرحنا وهنختار حاجه منها نعملها. هديكوا بقى اقتراحاتي دلوقتي واكتبوا لي اقتراحاتكم في الكومنتات. اقتراحاتي عباره عن ممكن نقرا حاجه،
ممكن نتفرج على حاجة، التمشية في الشمس، باحب أوي أتمشى في الشمس، وممكن نسمع أغنية، ممكن نسمع podcast، أو إن إحنا ناخد شوية وقت لنفسنا ونهتم بقى شوية نعمل شوية self care اللي هو العناية يعني بالنفس، نحط بقى في ماسكات وزيوت وأي حاجة إحنا عايزين نقعد نعملها ممكن نعملها. وممكن كمان بقى نشغل شوية موسيقى كده عشان تدينا أجواء السبا. ولو حد معاه شوية فلوس ممكن إن انتوا تروحوا سبا أو إن انتوا تاخدوا داي يوز في أوتيل أو كده. ولو في حد بيحب الكتابة تقدروا إن انتوا تجيبوا كراسة وتبدأوا تكتبوا فيها الحاجات اللي انتوا حاسينها. ما تعرفوش يمكن في يوم تتشهروا وننشر مدوناتكم. عايزة بقى منكم شوية اقتراحات، وخلوها عادي اقتراحات، حاجات سهلة إنها تتعمل وحاجات ممكن تكون محتاجة شوية مجهود أو وقت أو فلوس أو أيًا كان. اكتبوا كل الاقتراحات عشان الناس تقدر تاخد منها أفكار للي يناسبها. في بقى كام نقطة كده أخيرة هاقولهم بسرعة عشان ما أطولش عليكم، بس أنا عايزاكم لمّا تبقوا متضايقين حاولوا إن أنتم تعرفوا إيه سبب المشكلة. أنا عارفة إنه مش دايمًا بيبقى في أصلًا مشكلة، وإنه ساعات إحنا بنتضايق كده مع نفسنا من غير سبب، بس لو تقدروا تفكروا وتعرفوا إيه المشكلة من غير ما تدخلوا في دور الضحية، بجد ده هيساعدكم كتير علشان نفهم إيه هي، ولو نعرف نتخلّص منها نخلص بقى منها. عايزين نسيبها مع الحاجات اللي إحنا هنسيبها في 2024. نقطة كمان وهو إن في ناس على طول بتشتكي وعندهم negative energy، على طول كل أمّا تشوفوهم يقعدوا بس يحكوا لكم على المشاكل، ودي حاجة الصراحة يعني بتجيب اكتئاب، أو أنا بالنسبة لي ممكن ما بتنفعش معايا. يعني ما أقدرش يبقى عندي واحدة صاحبتي 24 ساعة بتشتكي بس، أو بتقعد تشتكي من حاجات وهي ما بتحاولش إن هي تغيّرها أو تتخلّص منها أو تشوف لها بقى يعني حل تاني يعني. ما هو لو في حاجة بتضايقنا يا نشوف لها حل يا خلاص بقى نشيلها من حياتنا. فلو انتوا عندكم ناس طول الوقت عمالين يشتكوا بس ومش بيحاولوا انهم يحلوا المشكلة دي، او خلاص بقى يسكتوا ما يتضايقوش منها، نصيحتي ليكم انكم تبعدوا عن الناس دي. والنصيحة اللي بعد كده ان انتوا دايما تهتموا بشكلكم، بجد الحياة تبقى اسهل بكتير لما بيبقى شكلكم حلو، وده عن تجربة. مع اني نفس الشخص بس ممكن لما انزل وانا مش مهتمة بشكلي وانزل وانا مهتمة بشكلي بحس بفرق من المعاملة كبير جدا من الناس. يعني بتلاقوا ناس عايزة تساعدكم، بتلاقوا الناس ألطف معاكم، بتلاقيهم عايزين يتكلموا معاكم، مع إننا نفس الشخص. يعني الحاجة الوحيدة هي اللي بتتغير الشكل. عشان كده دايما بقول لكم اهتموا بشكلكم على قد ما تقدروا، وخصوصا في الأوقات اللي احنا بنبقى متضايقين فيها بنبقى أصلا مش قادرين خالص. بس فعلا الحاجة اللي بتغير المود بتاعكم هو إن انتوا تقوموا كده وتجهزوا وتخلّوا شكلكم حلو وتبدأوا يومكم، ما تخلّوش إن الزعل يوقّفكم. وآخر نقطة بس فعلًا مهمة أوي، هو إن أنتم لازم تعرفوا إنه ما فيش حاجة بتدوم، يعني ولا أشخاص ولا زعل ولا مواقف ولا أي حاجة، والناس بتنسى والدنيا بتمشي وكل حد مشغول بحياته. فعامةً أي موضوع مش عايزاكم تكبّروه لدرجة إن أنتم تحسوا إن هو ده خلاص آخر العالم وإنه خلاص مش هيتحل. كل موقف عايزاكم تفكّروا إنه حصل لكم مواقف قبله وعدِّت، ناس عدّت بحاجات أصعب بكتير وعدِّت. فلو ده أصعب موقف حصل لكم في حياتكم، افتكروا إن أنتم مش الناس الوحيدين اللي عدِّت بالموقف ده. يعني هل معناه إن أنا ما ازعلش؟ لأ، ازعلوا، بس ما تزعلوش الزعل لدرجة إن هو يوقّف حياتكم ويحسسكم إن خلاص الدنيا بتنتهي، لإنه لا الدنيا بتنتهي ولا هو ده الحل للمشكلة. وفي الآخر عايزة أشكركم جدًا إنكم معايا في سلسلة العشرينات دي، وأتمنى إن أنتم تعملوا لايك وسبسكرايب، وأشوفكم في الحلقة الجاية. باي باي.